مراجعة تفصيلية لموبايل ايتل A70، هل يستحق الشراء ولا لا؟ اهلا بكم في فيديو جديد على قناة موبايل تك. معكم احمد، والنهاردة هنراجع مع بعض موبايل ايتل A70، واحد من الموبايلات الاقتصادية اللي بتقدم لك مميزات كويسة مقارنة بسعره. لو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وياريت تعمل لايك للفيديو وتشاركه مع اصحابك علشان كل الناس تستفيد. موبايل ايتل 70 بيجي بتصميم شيك جدا، شكله يشبه شوية تصاميم الايفون، وده بيديله طابع راقي. الموبايل مصنوع بالكامل من البلاستيك، وده متوقع للفئة السعرية دي. الشاشة بتيجي من نوع IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة HD بلس، لكنها بتديك سطوع 500 شمعة، وده هيكون كويس جدا تحت ضوء الشمس. لكن للأسف التردد هنا 60 هرتز بس، يعني مش هتستمتع بنفس السلاسة اللي هتشوفها في موبايلات بترددات أعلى. من ناحية الأداء، الموبايل بيشتغل بمعالج يونيسوك T603 مع تكنولوجيا تصنيع 12 نانو، وده معقول للأداء اليومي سواء في التصفح أو استخدام التطبيقات. لكن معالج الرسوميات ميجي 57 MP1 مش هيكون مثالي للألعاب التقيلة، فتوقع إن الألعاب بتحتاج جرافيكس عالي هتشتغل على إعدادات منخفضة. الموبايل بيجي بذاكرة داخلية ضخمة 256 جيجا بايت و4 جيجا رام، ودي نقطة قوة بالنسبة للسعر ده. وكمان الموبايل بيدعم كارت ميموري لزيادة التخزين. نيجي بقى للكاميرات، ودي من أكتر الحاجات اللي هنتكلم عنها بصراحة. الموبايل بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل، والتانية 8 من 10 بوينت 0 ميجا بكسل لل AI لينس. التصوير مش هيكون ممتاز خصوصا في الإضاءة المنخفضة. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل، ودي كويسة للسيلفي في الإضاءة الكويسة، لكن مش منتظر منها أداء عالي في الإضاءة الضعيفة. البطارية هنا سعتها 5000 ملي أمبير، وده بيكفيك يوم كامل من الاستخدام العادي من غير ما تحتاج تشحن. لكن الشاحن اللي بيجي مع الموبايل قوته 10 واط بس، وده معناه إنك هتحتاج وقت طويل لشحن الموبايل بالكامل. الشحن بيوصل عبر منفذ تايب سي، ودي ميزة كويسة للفئة الاقتصادية. الموبايل بيشتغل على اندرويد 13 بواجهة جو اديشن، اللي بتكون اخف واسرع على الاجهزة الاقتصادية، وده هيديلك تجربة سلسة في الاستخدام اليومي، لكن طبعا مع المزايا المحدودة اللي بتوفرها النسخة المخففة من اندرويد. مميزات ايتل A70: تصميم شيك يشبه الايفون. 2. بطارية قوية تدوم طوال اليوم. 3. منفذ USB تايب سي. 4. مساحة تخزين ضخمة 256 جيجا مع إمكانية زيادة 8 جيجا رام بالسوفت وير. دعم شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت. نيجي بقى لعيوب ايتل A70: الشاشة HD بلس وليست فول HD بلس. 2. أداء الكاميرا ضعيف. و3. الشحن 10 واط بطيء مقارنة بالمنافسين. 4. الأداء مش أفضل في الألعاب التقيلة. بالنسبة لأسعار موبايل ايتل A70، وهي تختلف حسب النسخة والدولة. في مصر النسخة يتراوح سعر الموبايل للنسخة 256 جيجا مع 4 جيجا رام من 4221 إلى 4600 جنيه مصري. في السعودية سعره بيتراوح بين 337 ريال إلى 352 ريال إلى 300 ريال سعودي. في الإمارات سعره حوالي 330 ريال إلى 370 ريال سعودي، إلى 370 درهم إماراتي. موبايل ايتل A70 بيقدم توازن كويس بين سعره ومواصفاته مع بعض التضحيات في الأداء والكاميرات. لو بتدور على موبايل اقتصادي للمهمات اليومية والاستخدام البسيط، الموبايل هيكون خيار معقول جدا. ولكن لو أولوياتك هي الكاميرات أو الألعاب التقيلة، ممكن تحتاج تفكر في موبايل تاني وموبايل أعلى في السعر.
دي كانت مراجعتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشارك الفيديو مع أصحابك علشان الكل يستفيد، واشترك في القناة وفعل الجرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. وشكرا لمتابعتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.